لو فاكر ان سفرك بره مصر بقى صعب بعد قفل الديبت كارد في الخارج، تعال اسهلها لك. في الاول انا احمد عامر وده علم الجيم. اول حاجه حجز تذاكر الطيران. وانت مسافر الدول العربيه مثلا تقدر تحجز عن طريق الشركات المصريه زي ايجيبت اير او نايل اير، وده علشان سعرها القليل وبتتعامل بالجنيه. بخلاف ده في ابلكيشن فلاي ان تقدر تحجز منه تذاكر الطيران لدول كتير في العالم، وكمان تقدر تدفع بالجنيه المصري من غير ما تدخل في حسبه سعر العمله وتوفيرها، مقابل ان بياخد رسوم بسيطه للخدمه دي. تاني حاجه حجز الفنادق، ودي مشكله بتقابلك في الاسعار المبالغ فيها، وعلشان كده انصحك بابلكيشن اير بي ان بي. ده ابلكيشن بيديلك فرصه انك تأجر شقق او استوديوهات او غرف في اي مكان في العالم وبسعر قليل جدا عن الفنادق، ده غير ان تشيك ان وتشيك اوت اسهل بكتير عن الفنادق. وكمان في ابلكيشن بوكينج بيديلك اوبشنز كتير في الاسعار والكاتيجوريز، ده بخلاف ان في فري كانسليشن، وكمان انك تدفع اول ما توصل هناك، ودي هقول لك ممكن تعملها ازاي في الخطوه اللي جايه. تالت حاجه مشترياتك، وهنا لازم تعمل كريدت كارد علشان تقدر تستفيد بالحد المتاح للدفع بالعمله الصعبه. ويا سلام لو عملت كذا كريدت في كذا بنك علشان تقدر تستفيد باكبر مبلغ يتوفر من العمله للبلد اللي انت مسافر ليها. وطبعا مش هوصيك انك لازم تكون حاسب حدود السحب ليك علشان تعرف تسدد الكريدت، وطبعا تقدر تدفع للفندق او ايجار الشقه او الاستوديو بنفس الطريقه. قولوا لي في الكومنتس لو تعرفوا طرق تانية.